انا من دمياط. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وانت طيبه وشعب مصر كله بخير وسعاده يا رب. يا رب يا رب. يعني يا دكتور، واحنا بنتكلم على حجم التطوير اللي حصل في منظومه التعليم العالي، مش بس جامعات جديده سواء اهليه او دوليه، لكن كمان الاهتمام بالجامعات القائمه بالفعل، من بينها جامعه قناه السويس. فلو حضرتك كلمتنا عن الملف ده من وجهه نظرك. اولا بمسي على حضرتك وجميع مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. جامعه قناه السويس هي من اكبر الجامعات اللي في الاقليم الشرقي كله. طب انبسط منها 3 جامعات اللي هو جامعه بورسعيد والسويس والعريش. صحيح. الجامعه دلوقتي حضرتك جامعه متكامله فيها جميع كل التخصصات تقريبا، القطاع الطبي كاملا. السنه دي الحمد لله افتتحنا كليه العلاج الطبيعي ليكتمل عقد الكليات القطاع الطبي كله، الطب والصيدله وطب الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعي. عندنا كل التخصصات تقريبا في الجامعه. الحمد لله يمكن بقالنا فتره مركزين قوي في البحث العلمي كمان بجانب البرامج الجديده، وخاصه البرامج اللي عليها اقبال من اولياء الامور والطلبه، وفيها توجيهات من الدوله عشان تغطي سوق العمل، خاصه البرامج الجديده، البرامج البينيه، البرامج الجديده اللي تواكب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الى اخره يعني. الحمد لله الدنيا وظائف المستقبل زي ما بنتكلم عنها. هو طبعا هي وظائف المستقبل هتبقى يعني خلاص حاجه غصب عننا، حاجه فاكت يعني شغالين عليها كويس يا مدام لبنى، خاصه ما يتعلق بالكمبيوتر ساينس والذكاء الاصطناعي ودخول الذكاء الاصطناعي في كل العلوم، يعني في كل حتى في القطاع الطبي. دلوقتي القطاع الطبي بيطور برامجه دخل في الذكاء الاصطناعي والحاسب الآلي وتحليل الداتا الكبيره الى اخره والبيج داتا. فكل الذكاء الاصطناعي والبرامج الجديده كلها مدام لبنى في العالم كله دلوقتي بقى كلها تميل للبرامج البينيه، ما بقاش فيه برامج تقليديه الشكل القديم قوي، خلاص شبه تقريبا يعني قليل قوي. دلوقتي كل برامج ده زي برامج المحاسبه والتمويل الاسواق والاي ماركتنج او التسويق الالكتروني الى اخره. ده بقى مده العصر ودي الوظائف المستقبليه يعني. وعلشان ما نكونش بعيد عن التصنيفات الدولية، بعيد عن الجامعات في الخارج، لو يبقى في فرصة للشباب ان هو يسافر بره فتكون المعايير الدولية مطبقة ونكون مواكبين هذا التطور. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.